السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا كده بقى، تعالوا معايا كده هنقول لكم هنعمل ايه النهاردة. هنعمل مع بعض احلى وصفة للفطار، وهنعمل مع بعض احلى وصفة للغدا. بس هننزل بيهم على فيديوهين ان شاء الله، تابعوهم وهيعجبكم بإذن الله. احلى شوربة لحمة واحلى رز بالسمنة الفلاحي. يلا بينا، تعالوا معايا نسمي إيه لانشون بيتي طعمه خرافة. هتعمليه مش هتندمي. شايفين الجمال؟ احلى فطار. يبقى اول فيديو هنعمله مع بعض هو اللانشون. قبل ما ابدأ بقى نعمل مع بعض، اكمل بقى فطاري واعمل كوباية القهوة الجميلة كده على نار هادية. زي ما انتوا شايفين كده، حاطه العين الكبيرة على العين الصغيرة، وايه اللي هو الغطا يعني، وبيعمل لك احلى كوبايه قهوه على نار هاديه. هنشربها كده واحنا بنعمل معاكم اللانشون بعد ما فطرنا بالسندوتش الجميل. هنعمل بقى معاكم تاني. هنا عندي كوبايه الا ربع دقيق، هحط عليها كوبايه نشا كبيره، معلقه نشا كبيره اسفه. يبقى كوبايه الا ربع دقيق عليها معلقه نشا كبيره. هنحط 3 بيضات. معلش بقى ايه، انا اكتشفت اللي ايدي، حسيت ان ايدي يعني باينه قوي فداريتها، بس اهو نعتذر على المنظر. 3 بيضات. هنحط عليها 5 قطع جبنه مثلثات اي نوع انت تحبيه. هنحط مرقه. هي المرقه دي كانت عندي من الاول قبل المقاطعه، لان المرقه المفروض كلها دلوقتي مقاطعه، مش عارفه نوع بصراحه اللي انا اجيبه. بصل بودر، توم بودر، بهارات لانشون من عند العطار، والسبع بهارات، ولون طبعا احمر. وهنبدأ نحط الملح والفلفل الاسود ونبدأ نضرب كل ده مع بعض في الخلاط. يبقى هنعيدها تاني: كوباية الا ربع دقيق على معلقة نشا، 3 بيضات، 5 قطع جبنة مثلثات، ربع كوباية زيت، ملح، فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، بهارات بهارات اللانشون، السبع بهارات. وهنضرب كل ده في الكبة لغاية ما كله يختلط مع بعض. عايزة بقى لايك ودعم في القناة ورفع للقناة وتعليق جميل كده منك تشجعيني بيه، وتجربوا الطريقة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه بجد، لان انا بنزل لكم بطرق متجربة، مش موضوع اللي انا بعمل فيديوهات وخلاص، عشان عايزة دعوة منكم حلوة. انا خلصتها اهو، شايفين المنظر عامل ازاي؟ عاملة شبه كده ايه، عجينة الكيك. هنبدأ بقى نجيب حاجة احنا كلنا بنرميها ومش بنستخدمها، بالعكس هتعمل معاكي احلى لانشون. تعال نبص نشوفوا ايه اللي بقولكوا عليه. شايفين علبة الصلصة دي؟ احنا كلنا طبعا بنرميها، لا المرة دي مش هنرميها. هنبدأ نجيبها كده والحتة الحادة بتاعتها اللي من فوق دي نبدأ ندقدقها كده لغاية ما تدق وتبقى امنه كده. زي ما انتم شايفين حطيت صبعي ما فيهاش اي ايه تتعوري او حاجه لما تدخلي فيها ايدك. هنبدأ نحط فيها كيس وندخل ونصب فيها الخليط بتاع اللانشون كله زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى زيتون، عندك فلفل اسود، حصى، اللي موجودة عندك حطيه. زيتون اخضر، زيتون اسود، انا كان عندي زيتون اسود فحطيته. الموجودة عندك حطي حبة فيه. وهنبدأ نربط الكيس ونسيب فيه جزء كده من فوق شوية، يعني ما نربطوش على الاخر زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ بقى نجيب ورقة ألمونيوم اللي احنا ايه نغطي بيها الجزء اللي فوق. طبعا ده احسن واوفر من كنا بنحط ورق ألمونيا طبقة فوق طبقة، وتكلفة طبعا ورق الألمونيا دلوقتي غالي، احنا عايزين نحاول احنا نقتصد في كل حاجة. زي ما انتم شايفين كده هنحط مية مغلية على النار، هنحط فيها شوية خل بس عشان الحلة ما تسودش. انا الحلة اللي عندي القديمة اهي، بحاول اعمل فيها بقى اقلي فيها
اسلق فيها حاجة كده عشان ايه ما بوظت الحلل التانية. سبتها تقريبا ساعة و10 دقايق على النار ورجعت اختبرها معاكم اهو. زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجة بتطلع في الخلة اهو. يبقى كده استوت. هسيبها تبرد كده نص ساعة وهبدأ اللي انا نقطعها مع بعض. انا سبتها نص ساعة، سبتها تبرد خالص، يعتبر خالص خالص نص ساعة ساعة تسيبيها تبرد خالص عشان تقطعيها ما تفرولش معاكي ولا تتقطع. زي ما انتم شايفين قطعة ماسكة في نفسها ولا مفرولة ولا اي حاجة، مقدار مظبوط جدا. عايزين تضعفوا ضعفوا. شايفين المنظر عاملة ازاي؟ زي اللي بتشتريها من بره اهو. جمال مفيهوش بعد كده، واحلى طعم واحلى ريحة. عايزة بقى لايك واشتراك في القناة علشان خاطر اعمل لكم كل جديد ويوصل لكم كل جديد وتفطروا بيه احلى فطار بقى. يلا وشجعوني وما تنسوش تعملوا لي تعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.